في فيديو النهارده قررت ان اتكلم معاكم عن الاجازه. عارفه ان اول حاجه بنفكر فيها من الاجازه هي سهر، نوم، مسلسلات، الحاجات دي كلها، وده عادي جدا ومسموح بيه جدا في الاجازه. بس احنا ليه ما نستغلش الاجازه دي تكون بطريقه اذكى شويه، وتكون بطريقه احنا ما نندمش بعد كده ان احنا ضيعنا الاجازه دي في حاجه مفيده. فجاي النهارده افكركم وانتوا كنتوا عايزين تاخدوا الاجازه ليه. فكاتبه شويه افكار ممكن تكون على اولوياتكم، ممكن تكون لا، بس هتفكركم فعلا ان انتوا محتاجين حاجه من الاجازه دي ومحتاجين تستفيدوا اكتر من الاجازه اللي احنا عايشينها كلها نوم وتليفون وحاجات ممله قوي. حاساها بجد احنا بنيجي وقت من دول ونقول ايه الملل اللي انا فيه ده، انا عايزه اعمل حاجه مفيده حرفيا. فيلا بينا نبدا. محتاجين نسال نفسنا السؤال الاول: احنا محتاجين من الاجازه ايه؟ عايزين نطلع من الاجازه دي متعلمين ايه ومكتسبه ايه ومتخلصه من ايه من الاجازه دي؟ على حسب اجابتكم انتوا هتحسوا روتينكم، هتحسنوا روتينكم من نفسكم. انا هقول لكم على الافكار اللي انتوا ممكن من خلالها تحسنوا من يومكم وفعلا ممكن تدوكوا فكره، او الحاجه دي انا كنت ناسيها او انا كنت عايزه اتعلمها وانا كنت ناسياها. فرب الافكار دي تكون فعلا حسب اولوياتكم وتفيدكم. ده اول حاجه لصحتنا ولياقتنا ولجسمنا. ليه احنا ما نتعلمش ان احنا نعمل تمرين كل يوم؟ مثلا عايزه تجربي تمرين جديد، مثلا تتعلمي تمرين جديد النهارده، هتجيبي من على اليوتيوب، من برنامج، من اي حاجه، وهمشي على التمرين ده لمده 21 يوم مثلا، واجرب هل انا هحب التمرين ده، هيكون سهل بالنسبه لي ان اعمله كل يوم ولا هيكون صعب. بحس ان انا برضو اعمله في الاجازه واعمله في الدراسه، احسن من لياقتي واحسن من نفسيتي، ما اكونش فعلا عندي ارهاق ولا تعب. اشوف سمعت حاجه، سمعت فيديو بيقول انتوا لو عودتوا نفسكم على حاجه لمده 21 يوم فانتوا هتتعودوا على الحاجه دي. هيكون في روتينكم يومك كل يوم، مش هتحسوا اصلا ان في حاجه غريبه. ممكن يكون اول يوم صعب، تاني يوم صعب، بس بعد كده هتحسوا ان الحاجه بقت كل يوم بتتكرر من غير ما انتوا حتى ما تحسوا انتوا بتعملوها. هتعملوها لا ارادي. آه ليه ما تجربوش ان انتوا مثلا تاكلوا اكل صحي؟ مثلا لو انت عايزه مثلا تخسري وزن، فانت جربي ان انت تعملي الاكل الصحي ده، بحيث ان انت عايزه هخسر وزن، فانا عايزه اكل كذا واكل كذا، وتناسبي جسمك على حسب احتياج جسمك لده. هتحسي فعلا ان انت بتعملي حاجه مفيده لجسمك. التمرين مهم جدا، التمارين مهمه جدا جدا انت تعمليها في الاجازه. لو انت مش بتنزلي، خصوصا انت مش بتنزلي او مش بتنزلي اي حته، فحاولي تتعملي التمرين ده في البيت. تجربي تمارين جديده في البيت تعمليها، مثلا زي نط الحبل زي ما انا اتكلمت عليه، كارديو، زومبا. الحاجات دي كلها مفيده للجسم، كلها بتحسسكم فعلا ان في طاقه طول اليوم انت تعملوا اي حاجه. جربوا ان انتوا تشربوا ميه، احتياجكم من الميه مهم جدا. جربوا انتوا تشربوا كميه الميه. احنا كلنا حرفيا مهملين في الميه طول ايام الدراسه والحاجات دي كلها. هتحسوا ان فعلا بشرتكم بتتحسن، هتحسوا ان جسمكم مرتاح. فده هيكون صعب اول يوم، هيكون صعب تاني يوم، هتحسوا انتوا لا مش قادرين، بس فعلا فعلا انتوا لو عودتوا نفسكم على الحاجه دي فانتوا هتحسوا فعلا ان في حاجه بتتغير. حتى لو مش بيظهر ده، بس هتحسوا نفسيتكم مرتاحه. جربوا انتوا تقطعوا السكر ده لمده 30 يوم. انتوا ما تحطوش سكر على نسكافيه، ما تحطوش سكر على الشاي. جربوا انتوا تاكلوش مثلا حلويات كتير. آه الناس اللي عايزه تكتسب وزن، حاولي تعملي لنفسك مثلا روتين يومي. انت حاولي انت عايزه تتخني، حاولي انت تعملي روتين يتخنك، او وصفات، شوفي وصفات واعمليها وجربيها. عايزه تثبتي في الوزن، تثبتي في جسمك عاجبك ومش عايزه تخسري ولا تزيدي. فعلا في ناس بيكون عندها هوس ان في الاجازه ممكن تزيد بسبب القعده وبسبب ده كله. حاولي انت تحافظي على ده، تحافظي على نظام صحي، نظام اكل يناسبك. حاولي انت تفطري، في ناس ما كانتش بتفطر، حاولي انت تعملي فطار كل يوم وتفطري. على الفطار مهم جدا. جربي حاجات جديده انت كنتيش بتعمليها في الدراسه، او كنت مهملها في الدراسه وحابه انت بقى ترجع لها في الاجازه. دي كلها حاجات اصلا. الرياضه والاكل الصحي وشرب الميه دي حاجات اساسيات كل لازم يعملها بجد. حرفيا من الحاجات انت هتحس ان انت طاقتك مش بتتجدد كل شويه. هتحس انت فعلا مش من اول حاجه بتعمليها او حاجه بتشيليها من على الارض او حاجه بتشيليها من اي حته هتحس ان طاقتك خلصت. لا، الرياضه هتحسن لك من طاقتك، هتحسن لك من التنفس بتاعك، هتحسن لك من حاجات كتيره قوي. بس بقول فوائد الرياضه مش مهم. المهم ان الحاجات دي مهمه جدا. اول حاجه هتحسن من نفسيتك. جربي تعملي حاجات جديده بقى في روتينك اليومي. مثلا عايزه تتعلمي حاجات جديده حسب تخصصك. لو انت مثلا
مثلا هتخرجي السنه الجايه السنه الجايه فانت عايزه تجربي كمان تتعلمي مهاره جديده، زي مثلا جرافيك، زي الذكاء، زي المونتاج، زي الرسم. زي الحاجات دي كلها مهمه جدا للناس اللي عايزه تطور من حاجه مهمه جدا في شغلها، تطور من نفسها. حاولي تتعلمي الباوربوينت، تتعلمي الوورد، تتعلمي الحاجات دي مطلوبه قوي، محتاجه. ولو انت رحتي زي مثلا هتخرجي السنه الجايه وعايزه تقدمي على شغل، الحاجات دي بتكون مهمه جدا تتعلميها. حاولي تتعلمي انجليش خلال الفتره ديت، كل فتره تحفظي لك كلمه كلمتين. فده كله من الحاجات المهارات اللي انت محتاجين احنا نتعلمها في الاجازه، او نفكر نفسنا فيها، اللي احنا محتاجين نطور نفسنا فيها. حاولي كمان تعملي بقى حاجه لنفسك انت بقى، روتينك، تزوديه في روتينك. ان انت حاجه مهمه حلوه قوي نسيت اقولها، ان انت ممكن تنزلي تتمشي بدل الرياضه او اي حاجه. ممكن تنزلي تتمشي، وده حاجه نفس حلو قوي. انت ممكن تنزلي تتمشي الصبح بدري، او الساعه 9، من الساعه 9 بالليل كده تنزلي تتمشي ساعه او ساعتين. تعملي التايمر كده، انت هتمشي ساعتين اليوم ده، الصبح او بالليل. الصبح بعد الفجر ابدأي، ما تمشيش مش اكيد مش من الظهر، ودي بتحسبها تمشيه انت هتتعبي اكتر. لا، من الصبح للساعه من بعد الفجر، او من الساعه 9، من الساعه 9 بالليل. حرفيا الوقت ده في المشي رهيب رهيب رهيب، وبيكون احسن من الرياضه. انت تعملي رياضه في البيت، لو انت بتستثقلي انت تعملي رياضه في البيت، او هي بتكون مرهقه، او انت ما عندكيش وقت. فلو انت نزلتي اتمشيتي، ده بتجدد من نفسيتك حرفيا. فده معلومه مهمه قوي، حبيت ان اقولها، وهتغير من روتين يومك حرفيا. حلو قوي. جربي انت تعملي روتين جديد، مثلا انت متعوده ان انت تصحي بدري، تصحي بدري، او متعوده انت تسهري. فجربي انت تصحي بدري. متعوده مثلا انت تصحي بدري، جربي انت تسهري. جربي روتين جديد، بحيث انت تشوفي ان الانسب ليك. انت ممكن ما تعرفيش ان ممكن الروتين الساعه 5 الفجر، او تصحي من بدري قوي، ده ممكن يكون مفيد قوي جدا. يعني ممكن يكون حلو قوي جدا بالنسبه لك، وبرده ممكن يكون السهر حلو جدا بالنسبه لك. في فتره كبيره قوي احنا بنسهر فيها، فتره الاجازه دي احنا كلنا تقريبا بنسهر فيها، اللي هو بنحلل الاجازه. بس لا، انت ممكن تجربي انت تصحي الساعه 5 الفجر، وتجربي الحاجات اللي هو المشي، وتجربي التمارين، وتجربي انت تعمليه، وتشوفي يومك هل هيكفي الحاجه اللي انت هتعمليها ديت ولا لا. جربي ان انت تروقي دولابك، تنسقي لبس جديد، غيري ستايلك خالص، وتجربيه انت مع نفسك في البيت، وتشوفي نفسك هل في الستايل ده جديد، ده حلو عليكي، وتطلعي من الاجازه دي بستايل جديد مختلف. تجربي لفات طرح جديده. الناس اللي كانت مهمله في بشرتها وفي شعرها، اعملي روتينات لبشرتك، اعملي روتين لشعرك، وجربي تحسني منهم. احنا مهملينهم جدا في الاجازه، فجربي تحسني منهم في مهملين جدا في الدراسه. حاولي انت تعمليهم في الاجازه. دي كل حاجات ممكن تغير من نفسيتنا ويومنا تقريبا. بس على حسب بقى ما انت روتينك ماشي ازاي، او حسب ما انت جربي انت تنزلي تشتغلي، او تدوري على تدريب، او تنزلي تمرين. تنزلي التدريب في مكان، مش لازم تشتغلي او تقبضي مرتب. لا، انت ممكن تنزلي التدريب تاخدي خبره. الخبره اهم بكتير، انت هيجيلك شغل اكتر من الخبره دي. تنزلي تدوري على شغل، تنزلي تتمرني. التمرين ممكن يفتح عليك ابواب السكك حلوه قوي، لو انت في تخصص تربيه رياضيه وكده. بس دي افكار ممكن جدا تفيدنا في الاجازه، وهو على حسب بقى اولوياتك، حسب ما انت محتاجه ايه، فحسب انت ممكن تعمليه. قلت شويه افكار ممكن تكون كلها شويه عن الصحه واللياقه، بس دي اهم حاجه بالنسبه لي الصراحه. الحركه والتمرين والحاجات دي كلها بتغير من نفسيتك، بتحسسك انت ممكن تعملي اي حاجه طول النهار، تطبخي وتنظفي وتروقي، وده كله من غير ما تحسي انت اصلا مرهقه ولا تعبانه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا، حتى لو قد كده، او فكره حتى صغيره. ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. وبس كده، اشوفكم فيديوهات جديده كتير ان شاء الله، فيديوهات كتيره جايه، وهتكون من الافكار اللي انا قلتها. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.